عندك نسبة إسهالات كتيرة في الفراخ، عالجت ونزلت أدوية كتيرة للإسهالات، نزلت جرعات الكوليستيريديا والكوكسيديا اللي احنا بنتكلم عنها، بس برضو الإسهالات موجودة. الفرشة عندك تمام، لأن لو الفرشة عندك فيها مشكلة أو التهوية عندك فيها مشكلة، ده هيكون سبب الإسهالات دي إن هي مش بتخف. بس انت طبعا مربي شاطر والفرشة عندك كويسة والحرارة عندك مظبوطة، بس برضو الإسهالات موجودة في الفراخ، في سموم كتيرة في الفرخ. أنا بنزل مضاد السموم باستمرار، أنا مربي شاطر وعارف إن مضاد السموم ده شيء أساسي معايا طول الدورة، ملهوش علاقة بتغيير العلف، يعني مش وقت تغيير العلف بس، لأ ده مضاد السموم ومنشط الكبد وغسيل الكلى حاجة أساسية كده من الدورة من بدايتها لحد آخرها. ما ينفعش اني انزلها بس مع تغيير العلف. ومضاد السموم اللي هو مضاد السموم البيطري، مش الخل اللي بعض الناس بتنزله على اساس ان هو مضاد سموم وبتقول ان ده مضاد سموم طبيعي موجود في البيت. الخل ما هوش مضاد سموم، لازم نفرق ما بين مضاد السموم اللي هو بيغسل الكبد ويغسل الكلى من السموم الفطرية الموجودة في العلف، وبين الخل اللي هو بس بيحمض المعدة علشان يوقف نشاط البكتيريا الضارة. انا بنزل مضاد سموم ومضاد سموم ممتاز كويس، بس برضو عندي نسبة سموم عالية جدا في الفراخ ومش عايزة تخف ومش عايزة تروح، والوزن عندي متأخر وفي عندي كمان نافق. طب هل فكرت ان ممكن تكون الاسباب دي كلها سببها العلف؟ العلف اللي انت بتستخدمه للفراخ هو سبب المشكلة دي كلها؟ الفيديو ده بالذات هقولك على نوع علف اوعى تجيبه للفراخ. ما اقصدش بنوع العلف ان هو اسم شركة معينة، لا، انا اقصد علف، نوعية علف رديئة، نوعية علف هي السبب في نسبة السموم الكتيرة اللي موجودة عندك في الفراخ. ومهما نزلت مضاد سموم مضاد سموم مش هتعالج السموم دي، هي السبب في الإسهالات الكتيرة اللي في الفراخ. ومهما عالجت برضو الإسهالات مش هتروح، لأن العلف اللي انت بتأكله للفراخ علف رديء، علف هو سبب المشكلة دي كلها. طب ايه هو العلف ده؟ تابع معايا كده الفيديو للنهاية، بس ياريت بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك، حاجة كده بسيطة مش هتكلفك كتير بس هتساعدني أنا وتدعمني في القناة. قبل ما اقول لكم على العلف اللي انا اقصده، العلف اللي انت حتى لو اديهولك ببلاش ما تجيبهوش. شايفين النهارده يا جماعه ده اليوم الثالث، شايفين المنظر اللي انتوا شايفينه ده؟ زي ما انتوا كده شفتوا معايا في بدايه الفيديو البيضتين اللي انا نزلتهم على العلف. انا قلت في الفيديو بتاع امبارح انه مهم جدا ان احنا ننزل بيضه على العلف للفراخ للكتاكيت في اول اسبوع في التحضير. زي ما احنا عارفين ان نسبه البروتين هي المسؤولة عن رفع الوزن، وزن يعني بروتين، علشان كده بنأكد ان لازم بداية العمر نأكل علف بادي 23%. الناس اللي هي بتروح تجيب العلف اللي هو بادي نامي الشعبي اللي هو 21%، ده ما ينفعش مع فراخ التسمين. فراخ التسمين لازم ننزل لها 23%. البيضة بقى مصدر كويس جدا للبروتين، هيساعد معايا عشان لو البروتين الموجود في العلف مش النسبة بتاعته مش حقيقية، البيضة دي بقى هتعوض النسبة دي وهتساعد معايا في رفع وزن الكتكوت كده من أول أسبوع. أنا أول يومين من عمر الكتكوت كنت بأكل بيضة واحدة، النهاردة أنا نزلت بيضتين. بس عايزاكم تخلي بالكم من حاجة، شايفين الكتكوت بياخد القطعة الصغيرة اللي بتكون موجودة في الطبق وبيجري بيها. عايزاكم وانتوا بتحطوا البيضة للكتكوت تدخلوا البيضة بشكل كويس، تفرك البيضة بشكل كويس جدا في العلف، لان الكتلة الصغيرة بتفضل موجودة والكتكوت بياخدها كده في المنقار وبيجري بيها بتقع منه. اما ان انت بتكون بتربي في بطارية كده زي فهتقع في درج السبلة او هتقع على الفرشة، الكتكوت مش هيعرف ياكلها، او لو كلها هيتضر منها. حاول على قد ما تقدر ان انت تدخل البيضة بشكل كويس في العلف بحيث ان الكتكوت ما ياخدهاش ويجري بيها زي ما انتوا شايفين كده. نيجي بقى عند العلف اللي انا بقول لكم عليه بلاش تنزلوه وتجيبوه للكتاكيت. قبل ما اقول لكم على موضوع العلف ده انا عايزه كده نصيحه مني، لو انت بتربي، الناس اللي بتربي اخطاء التربيه المنزليه اللي انا اتكلمت عنها امبارح، من ضمن الاخطاء اللي بتقع فيها برضو ان انتوا بتجيبوا العلف بالكيلو. الافضل ان انت لما تيجي تنزل الكتاكيت تجيب العلف مره واحده، يعني بلاش ان انت تروح تجيب كل يوم او كل يومين كيلو او اتنين وتنزله للفراخ. هتجيب العلف كله مره واحده، وهتخلي بالك وانت بتجيب العلف تقرا تاريخ الصلاحيه الموجود على العلف اذا كان منتهي ولا لسه ما انتهاش.
كمان تخلي بالك وانت بتجيب العلف من عند التاجر اللي انت بتجيب منه العلف انه يكون مخزن العلف بشكل كويس، يعني ما يكونش العلف عنده متعرض لشمس او لرطوبة، انه يكون حاطط العلف على الارض مباشرة، لان الارض بيكون فيها رطوبة وهتفسد العلف. بالنسبة بقى للناس اللي هي بتجيب العلف بالكيلو، حابة اقول لكم كده على حاجة كانت حصلت معايا، موقف حصل معايا واحنا في الجروب، عندنا جروب فلور، جروب الفراخ. في حد كان منزل بوست في الجروب ده وبيقول ان هو عايز شكاير العلف الفاضية باسم شركة معينة، طلب ان هو الناس اللي هي عندها شكاير العلف الفاضية دي ان هو يشتريها منها. بصراحة انا استغربت، هو عايز شكاير العلف الفاضية دي هيعمل بيها ايه؟ فدخلت بقى قريت البوست وشفت اللي فهمته من خلال التعليقات والردود ان هو عايز الشكاير الفاضية دي علشان يعبي فيها علف تاني، علف مش هو علف الشركة الأساسية، لا ده علف تاني، علف رديء، علف مش كويس، بس هو بيستغل اسم الشركة دي وبياخد شكاير العلف الفاضية من بعض الناس اللي هي بتستعملها وبتفضيها، بيشتريها هو منها وبيحط فيها علف تاني رديء وبيبيعها باسم الشركة. وانا بقى بشتري العلف ده اخدت بالي ان في شكاير علف بتكون بهتانة، يعني اللون بتاعها بيكون ضعيف شوية مش زي شكارة العلف الأصلية. ولما فتحت العلف ده لقيته إن فعلا مش هو العلف الأصلي، علف نسبة الذرة فيه كتيرة، يعني المواد اللي هي الخام اللي هي فيه الأغلبية فيها بتكون ذرة، معنى كده إن العلف ده رديء، علف مش كويس. بس طبعا أنا عشان كنت بشتريه لفراخ البلدي أو للبط، مش بشتريه لفراخ التسمين. فعايزاكوا تخلي بالكوا وانتوا رايحين تشتروا من العلف من عند التاجر، الناس اللي هي بتشتري العلف بالكيلو بلاش تجيبوا العلف بالكيلو. ليه؟ لان التاجر اول حاجه بيبقى عارض العلف ده في الشمس، زي ما انتوا عارفين ان تجار العلافه بيبقوا فاتحين الشكاير وعارضينها قدام المحلات بتاعتهم، فالعلف ده بيتعرض للشمس، بيتعرض للهواء، الشمس دي بقى هي اللي هتخلي السموم الفطريه تنمو في العلف. وممكن كمان يكون العلف مدة الصلاحية بتاعته منتهية، يجي حد يقول لي انا ممكن اقرا تاريخ الصلاحيه على الشكاره قبل ما اشتري العلف واتاكد ان الصلاحيه لسه شغاله، ان التاجر ده برضه ما هوش عبيط، وان انت مش هتكون برضه اذكى من التاجر اللي هو بيبيع ويشتري وعارف السوق وعارف الدنيا وعارف الناس بتعمل ايه وبتفكر ازاي. هيكون مثلا هو لو عنده علف صلاحيته منتهية هيكون مفضي العلف ده في شكارة علف تانية جديدة الصلاحية مكتوب عليها لسه شغال، عشان لما حد يجي يشتري ويقرا تاريخ الصلاحية يقول ان الصلاحية شغالة ويشتري العلف وهو مطمن. دي حاجة. الحاجة كمان التانية ان ممكن يكون التاجر كل مرة بيحط علف مختلف عن العلف اللي قبله، مش مستمر على علف معين، وتغيير العلف باستمرار للفرخ ده بيتعب الفرخ، بيتعب الأمعاء. احنا لو بنغير العلف مثلا طول فترة الدورة مرة فبنغيره بنكون مضطرين، اما ان احنا زي ما قلت لك كده اكتشفنا ان العلف اللي احنا بنستعمله ده علف مش كويس فهنغيره، او ان احنا مثلا بيجيب نوعية علف معينة والنوعية دي مش موجودة في الوقت الحالي، فطبعا انا كده مضطر ان انا اجيب علف تاني جديد، وقتها بقى هنبقى مضطرين ان احنا نغير وهننزل مضاد السموم. طبعا الفرخ كده في البداية هيتعب، هيحصل عنده شوية اسهالات، مش هياكل يوم ولا يومين زي الطبيعي، سحب العلف هيقل طبعا عن الطبيعي لانه لسه العلف ده جديد هو مش متعود عليه. بس في النهاية برضو احنا مضطرين هنغير العلف، مفيش مشكلة عادي هنغير لان دي مرة مثلا طول فترة الدورة. انما علشان كل ما انا انزل اشتري علف كل يوم ولا كل يومين اجيب علف مختلف عن العلف اللي قبله، ده طبعا اكبر غلط. وبالشكل ده انا الفرخة عندي عمره ما هيتعود على نوع علف معين، وهفضل كده الفرخة عندي في اسهالات وسموم، ومهما انا اعالج ومهما انزل ادوية مفيش فايدة، مش هيجيب اي نتيجة لان المشكلة اساسا في العلف. الخلاصة بقى ان انت لو لاحظت وجود اسهالات وسموم موجودة عندك في الفرخ وعالجت والرعاية عندك كويسة ونزلت الأدوية ومضاد السموم ومفيش نتيجة، غير العلف اللي انت بتستعمله، اشتري العلف بالمرة، ما تجيبش علف بالكيلو. ولو انت مثلا بتضطر ان انت تجيبي العلف بالكيلو خلي بالك ان التاجر اللي انت هتجيبه منه العلف ما يكونش حاطط العلف في الشمس، ما يكونش العلف محطوط في مكان فيه رطوبة، تتأكدي ان نوع العلف اللي انت بتجيبيه هو نفس النوع، بلاش التغيير كل شوية. اتأكدي لو خدت بالك كده وانتي بتشتري العلف ان في دودة كده لونها اسود بتكون موجودة حوالين شكاير العلف او في المكان اللي لكن فيه العلف اللي احنا بنسميها السوسة، بيكون كده لونها اسود، اعرفي ان العلف ده مدة الصلاحية بتاعته منتهية، بلاش ان انتي تجيبيه. يعني فرخ التسمين يختلف عن اي فرخ تاني. معلش الفيديو طويل شوية بس صدقني كل معلومة فيه مهمة جدا وهتفيدك في التربية المنزلية.
في نهاية الفيديو تحية طيبة مني لكل المتابعين، بس بأكد عليك متنساش اللايك والاشتراك.